اه، والمكرونه البشاميل دي كمان. ايه مش عاجباك؟ اللي بيحط بيضتين على الوش مش بيضه واحده، ليه حاطه بيضه واحده؟ اسمع يا ابن مساء الفل، معاكم الدرش، حلقه جديده. ومين بيعمل احسن مكرونه بالبشاميل في مصر؟ مكرونه بشاميل، مكرونه بشاميل. النهارده جايبين 6 براندات، اختلاف السعر بتاعهم من اول 50 جنيه لحد 300 جنيه. يعني متخيل في طبق مكرونه بشاميل ب 50 وطبق ب 300 جنيه. تابع معايا في الاخر الفيديو عشان نشوف مع بعض الطبق ب 300 جنيه ده. في الفيديو ده هنعمل جيف اواي، هنكسب من 10 ل 15 واحد، هنختارهم بشكل عشوائي يكسبوا معانا من افضل مطعم هيعجبنا النهارده، هيكسبوا منه وجبه مكرونه بالبشاميل. عشان تكسب معانا اعمل لايك واشتراك في القناه واكتب كومنت مكتوب فيه مكرونه بشاميل. وقبل ما انسى، بالنسبه للجيف اواي بتاع الاسبوع اللي فات، هتلاقي بوست هينزل النهارده جمعه باذن الله، هتلاقي بوست موجود على اليوتيوب فيه ال10 اللي كسبانين هيبداوا يتواصلوا معانا وهنبدا نودي لهم الوجبات من المطعم اللي كسب المره اللي فاتت، مطعم بجه. يلا نبدا فيديو النهارده ونجرب اول وارخص واحد معانا النهارده، مطعم راضي. مطعم راضي بيعمل مكرونه بشاميل اللي سعرها عنده 50 جنيه، وده ارخص حد معانا النهارده. ده كده شكل المكرونه بالبشاميل اللي عند مطعم راضي. على فكره هو مطعم معروف جدا، يعني هوت لاين وكده، وناس كتير بتشكر فيه. جايب كده في طبق فويل ومعاه مخلل. هفتح كده اوريكم شكل الطاجن. ده كده شكل الاوردر مكرونه بشاميل اللي عند مطعم راضي بسعر 50 جنيه. ده شكل المكرونه بشاميل اللي عند مطعم راضي. بص، هو اللي على الوش ده هي واخده تشويحه كده من على الوش، بس انا مش عارف هو الشكل بتاعها ممكن يكون الجبنه حط عليها جبنه من على الوش، فهي مش سايحه قوي. فتعالوا كده نضرب كده بالمعلقه، نفتح. عايزين بس نشوف كميه اللحمه جوه عامله ازاي. هي الريحه بتاعتها حلوه بصراحه، يعني ريحه البشاميل حلوه قوي. بص كده كميه اللحمه من جوه اهي، دي كده اللحمه. طيب يعني هي مش شويه صغيرين، لا اللحمه كويسه. انا عرفت اوريكم تاني. هفتح كده اهي، حاطط كميه لحمه كويسه قوي في الطبق اهي من تحت لو شايفينه. عندهم المكرونه لوحدها كده، هو باين التعصيجه بتاعت اللحمه كويسه. في بصل، مكرونه بشاميل، الطعم بتاعها كويس جدا، وكميه اللحمه جميله وكتير. بس البشاميل من فوق كميته مش كبيره خالص. التتبيله اللي حاططها وتتبيله البشاميل والطعم بتاعها حلو جدا على 50 جنيه. كون ان هو بيقدم الطبق ده ب 50 جنيه فده شيء يحسب له جدا. طعمه حلو وكويس. انا هحاول ما اديش تقييم بالارقام في المطعم ده، هرتبهم لكم في الاخر، ولكن طعمه جميل، طعمه كويس بالنسبه لي. هو متوسط الحجم نفسه كويس قد الطاجن لو جاي في طاجن فخار، بس هو جايبه في طبق فويل، وممكن يكون عشان السعر، عشان هو ب 50 جنيه بس يعني. فده كان اول واحد معانا. تعالوا نخش على اللي بعده. تاني واحد معانا الاكابر. الاكابر جاي بسعر 80 جنيه، وبصراحه سعره انا اتصدمت. يعني انا قلت هيبقى اغلى من كده، يعني سعره كويس جدا. يعني الكيس بتاعه جاي فيه ايه؟ جاي فيه واحد طحينه وواحد سلطه، وجاي كده في باكينج شكله محترم كده. مش عارف عندي ليه احساس ان هو اللي هيكسب النهارده، بقى له كام حلقه ما بيكسبش. طيب جاي بصراحه واحد طحينه حجمه محترم، واحد سلطه، وجايب كده الطاجن في كرتونه كده وكاتبين عليها بشاميل صبحي كابر. شكله شيك قوي بصراحه. تعالى نفتح بقى الايه، الكرتونه بتاعت بص، هو مش جايبه في طاجن، هو برده جايبه في طبق فويل. فهحاول اطلعه كده. تتوقعوا حد ممكن يجيب في طبق في طاجن النهارده فخار، ولا كله جاي في فويل؟ مش عارف. طيب هنفتح كده. شكلك هتكسب النهارده. والله شكله هيكسب النهارده. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. تعالوا نركز على شكله الاول. ده الشكل طاجن البشاميل او طبق مكرونه بشاميل عند الاكابر. طيب اولا هو مش مستوي، ده هو مديله من على الوش كده. بص التحميره دي، عارف الكشكشه اللي تبقى على وش رز بلبن؟ بص منظر الكشكشه هنا عامل ازاي، وداخل الفرن وطالع، لا فيه بقى جبنه مش سايحه ولا فيه. بص شكله اصلا لازز، بيلظ. هنضرب برده غطس بالمعلقه كده. لا هنا القطعه بص دخلت ساحت جوه. بص القطعه دخلت ساحت، ريحته غنيه قوي، يعني تحس ان هو فاهم مخدوم. بص هنا كميه البشاميل قد ايه، كميه البشاميل كتير جدا، عكس الراضي كان كميه البشاميل شويه. يعني بص كميه البشاميل حلوه جدا على سعر 80 جنيه. فتعالوا بقى نقطع كده ونجرب الاكابر صبحي كابر. قليل الادب والله، قليل الادب. هو بس طعم ورق اللورا زي سنه صغيره بس. ايه ده؟ ايه البشاميل ده؟ كميه دسامه في الطبق. بشاميل كتير، مكرونه مش معجنه، اللحمه موجوده بس عشان مش عارف اوريكم اللحمه في اللاير اللي تحت قبل الاخير خالص. ده 80 جنيه.
عالمي، لو ما حدش جه علق عليها هيكسب. يلا نخش على اللي بعده. تالت واحد معانا النهارده الدهان بسعر 87 جنيه. الاوردر جاي فيه كده جلوفز، طبعا معروف الباكج بتاع الدهان، وجايب طبعا فخار، يعني فرق 7 جنيه عن الاكابر. عارف لو الاكابر ده كان جايب لي فخار يعني انا كنت علقته جنبي هنا في كل الحلقات. فالدهان اول حد يجيب النهارده الطاجن، وفرق السعر بينه وبين الاكابر 7 جنيه، يعني مش فرق كبير قوي. تعالى اوريكم كده طاجن. طب وبعدين اعمل ايه في الحلقه دي؟ الحلقه دي عايزه مني ايه؟ انا كده هقعد اتغدى فاهم، يعني مش يعني طاجن المكرونه البشاميل اللي جاي عند الدهان برده مكشكش من فوق، نفس كل الكلام اللي قلناه عند الاكابر، ولكن هو جايبه فخار. الشكل بتاعه حلو جدا، ريحته كويسه، ممكن تبقى صعبه بينه وبين الاكابر ولا لا، هنشوف مع بعض. بس دي كده قطعته مش جوسي كده، يعني بضغط جامد. بصوا جوه كده، شايفين من جوه؟ هو انا مش شايف اللحمه، انا مش شايف اللحمه خالص، فمش عارف. طب بصوا هنضرب كده المعلقه في حته ثانيه في مكان ثاني. بصوا هي نفس الفكره برضه، يعني انا كطلعت كالتاني اهو، هو مفيش لحمه برضه، يعني مش شايف اللحمه، يعني ممكن شايفها هنا في قطعه لحمه صغيره اهي، بس هنا تحت هنا مفيش. فهو لو هو مدرب اللحمه مع قلب المكرونه كان هتبان، ولكن طبقه البشاميل كبيره، واللي يفرق معانا الطعم وان تعصيقه اللحمه تبقى باينه. لا الفرق كبير، يعني الاكابر في الطعم الفرق كبير قوي، حتى فرق الدسام، يعني الاكابر دسم اكتر من الدهان. حاسس ان اكل مكرونه بالوايت صوص، يعني مش راكبه معايا خالص. البشاميل طعمه مش قوي، واللحمه شويه جدا في الطاجن، يعني انا لغايه دلوقتي ما حسيتش بطعم اللحمه او التعصيجه حتى بتاعتها او البصل اللي بيبقى في تعصيجه اللحمه، يعني مش هو لحمه من بعيد خالص يعني تجربه مش ألذ حاجه، ولكن انت لو جايبها ومستعجل وبتاكل وبتاع لا هتجربه عادي. يلا نسيبه ونخش في اللي بعده. خش بعد كده على رابع واحد معانا بهيه بسعر 140 جنيه. بهيه مش جايب طاجن مكرونه بشاميل، جايب طشت مكرونه بشاميل. طيب هو بصراحه بهيه في الاكل الشرقي والبيتي وكده عالمي بصراحه. بص طاجن قد ايه؟ طاجن كبير 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 يعني بصراحه يعني، بس سعره 140 جنيه، فتتكلم في ضعف السعر، 3 اضعاف سعر راضي وضعفين سعر الاكابر. نفتح الطاجن بتاع بهيه بسعر 140 جنيه، بس الوش بتاعه هو الوش لزق في الفويل، ولكن ده يوريك اللغوصه بتاعت البشاميل قد ايه. بصوا كده، يعني ده لو جاي لي بالوش بتاعه، بص مرطب الدنيا، قوام البشاميل المثالي. بص عامل ازاي، يعني مش ده لو قلبته هيقلب معايا، يعني مش هينفع. طيب هو في فاضل حته في الوش هنا نشوفها اهي، يعني هي كانت الكشكشه حلوه قوي، كميه البشاميل اللي كتير جدا ممتازه، وكون ان البشاميل اللي بيبقى جاي لك جوسي كده حتى من الدليفري، فالموضوع يعني واخد منه مجهود كبير قوي. تعال نضرب المعلقه كده، طبعا نزلت بسرعه المعلقه ما خدتش وقت. ليه انا باخد من طرف الطاجن مش من النص؟ عشان اشوف توزيعه اللحمه في الطاجن كلها او لا. بس في حاجه غريبه، يعني هو انا لقيت في الطاجن من جوه جزره، مش عارف دي سلطه دي ولا ايه دي، متقطع دواير ده، مش عارف هو حاطين فيه في البشاميل جزر دي، يعني انا مش عارف، بس لو حد عارف ان هو طبيعي بيحط جزر في البشاميل جوه الطاجن يكتب في الكومنتات يعني. طيب هو من كتر ما هو جوسي خالص اللحمه مش باينه، فهحاول اضرب في اكتر من مكان كده ايه. بصوا هي اللحمه سايحه خالص، يعني انا مش شايفها، فهتبان بقى كده معانا في الطعم لو طعمها ظاهر والتعصيبه طعمها ظاهر ولا لا. فناخد من حته غير اللي احنا عجناها دي كده. بشاميل طعمه خطير خطير خطير، يعني القوام بتاعه حلو، اللحمه مش باينه ولكن طعمها وطعم التعصيجه باينه قوي، طعمه حلو جدا. وفي تريكايه كده ان هم عاملين بشاميل بشوربه، يعني مش قادر احدد هي شوربه بط او شوربه لحمه، دي حاجه تحسب لهم على فكره، مش حاجه وحشه خالص يعني. طعمه حلو قوي قوي قوي، هيخش في المقارنه معانا مع الاكابر وش، هنخليهم جنب بعض كده في جنب ونكمل. يلا نخش على اللي بعده. بعد كده معانا بالبشاميل، وده براند جديد فاتح في اكتوبر، هو متخصص في البشاميل، مكرونه بشاميل بانواعها بقى، مكرونه بشاميل باللحمه، مكرونه بشاميل بالسجق، في كل حاجه. انا عايز بقى افرقه لان هو الوحيد اللي جايب حاجات مختلفه، بس هي مش حاجات مختلفه قوي. عارف انت طماطم مشطه، طماطم اللي بالدقه فهو جايب علبه طماطم بالدقه، ريحه الشطه فيها ايه، وجايب علبه مخلل، وصراحه شكلهم حلو قوي وحجمهم كبير بالنسبه لباقي المطاعم اللي جايه النهارده، فمن جمالهم يعني حبيت اوريه لكم. انا شاكك في موضوع الطبق الفل ده، لان هو لو عامل مكرونه طبق فل فدي هتبقى كده مكرونه بشاميل معموله في طاجن وبعد كده اتصبت، مش عارف، فان شاء الله يخلفوا توقعاتي يعني. ده الشكل بتاعه، يعني شكله حلو قوي منظم كده، تحس ان هو طبق ابن ناس، حطوا لك في قلب طبق فل. انا مش عارف هشم ريحه دوريتوس ليه، بس يعني هنعرف. تعالى نضرب بقى ايه، نضرب الشوكه كده،
والله على فكره مش عايز تقطع، مش عارف دي حاجه حلوه ولا لا. هو متماسك حبه زياده، بس اللحمه بصوا بقى، دي كده اللحمه اللي جوه. انا عايز اقول لك ان مجرد ما طلعت المكرونه ريحه التعصيجه بانت، ريحتها حلوه قوي. هو الطاجن واسع، يبان واسع، ولكن هو يعني سمكه مش كبير. تعالى ناخد منه قطمه كده. لا ده في حاجه مختلفه. ده مش فاهم. عارف ده ايه؟ عارف انت العيال اللي بتلبس بناطيل وايد ليج، عارفهم، وبتلبس كابل جنب كده ده بشاميل نيو سكول. الطعم بتاعه رايح لطعم الجبنه اكتر. عارف كده ما تخش تطلب طاجن او ما تخش تطلب نجريسكو وش جبنه موتزاريلا اضافه تركي جبنه رومي يعني، لا طعم مختلف يعني. كميه اللحمه كتير. بشاميل هو بس البشاميل اللي هو يعني الطاجن نفسه او الطبق جاي متماسك شويه، مش جوسي قوي يعني. بس هو نيو سكول قوي، تحس ان فتح العيال الفرافير يعني. الناس الاكيله بتاعت زمان اللي على قديم ومشكل وليا وسمين والجو ده يقول لك ده مش بشاميل. بص هو اكتر حاجه طعمه باينه في الطعم بتاع البشاميل طعم الجبنه. طعم الجبنه، وجبنه كمان مستخدمه نوعها بريميوم قوي، بس هو مش دسم. فاهمين قصدي؟ يعني مش بدسمه الاكابر وبهيه. طعمه معايا حلو جدا، وعايز اقول لكم ان هو من حلاوته ممكن يخش معانا في اول 3. ناخد واحد مخلي بقى ونخش على بعض. اخر واغلى واحد معانا النهارده طنط. هو جاي بسعر مش مفهوم. طنط جاي بسعر 313 جنيه ونص بالضريبه. فهل هيبقى فيه مفاجاه جوه طاجن المكرونه بشاميل؟ ممكن نلاقي مثلا جنيه دهب، مش عارف. بصراحه جاي معاه معالق شيك قوي قوي قوي. هو ده اول اوردر بصراحه مطلوب في التصوير من طنط. بس انا عايز بشاميل. يعني اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ بشاميل. يلا نشوف طنط. واول بشاميل بميه الدهب في مصر. شكله عامل ازاي ب 300 جنيه ده؟ ده منظر مكرونه بشاميل من مطعم طنط. يا رب الاقي حاجه مميزه في اشتري ب 300 جنيه. عارف فرق 6 اضعاف؟ راضي ب 50. ده ب 313. بصوا تعالى ندب كده يعني. هو اولا يعني انا شايف المكرونه على الوش على طول، يعني البشاميل الناحيه دي بس. بص هو شكل في حاجه مش هتظهر في الكاميرا، بس انا حاسس بدسامه مش طبيعيه. فتعالوا كده نجرب طاجن مكرونه بالبشاميل من مطعم طنط بسعر 313 جنيه. جايه دسمه بشكل مش طبيعي، دسمه قوي. البشاميل غني قوي، محطوط عليه كريمه طهي. العصيجه بتاعه اللحمه ممتازه. نعم اللحمه مش باينه بس طعمها باين. بس اللحمه يعني انا مش شايف لحمه يعني، هي كده ممكن تكون مهريه خالص بس انا مش شايفها خالص. طعمه حلو جدا. تيست البشاميل والتيست بتاع المكرونه والتعصيره بتاعت اللحمه حلوه ولا كلمه. ما اقدرش اقول اي دفاع على الطاجن ده غير موضوع اللحمه، بس ان اللحمه مش كتير يعني. انا بنقيها كده حتت كبيره كده بس مش ماليه، مش متوزعه في الطبق. وعايز اقول لكم ان على قد ما الطاجن ده صغير كده زي ما انتم شايفينه، واحد ما يخلصوش. طاجن تقيل قوي، طاجن ممتاز وهيخش برده معانا في المقارنه. تعالى بقى نرفعه واحط لكم كل المطاعم بالترتيب. نبدا باقل واحد جه معانا النهارده وهو مطعم الراضي. الفكره كلها ان الطاجن كان جاي ناشف خالص من بره، مش مستوي كويس. الطبقه اللي بره تحس ان الموتزاريلا او الجبنه اللي واحده من فوق ما هي اتلسعت بس. المكرونه كانت معجنه، والبشاميل ما كانش طعمه اقوى حاجه في الطعم. فهو هياخد النهارده اقل واحد معانا، ولكن هو كتجربه كويسه جدا على سعر 50 جنيه ممتاز. بعد كده معانا الدهان كانت مشكلتي مع الدهان ان هو اللحمه تعتبر مش موجوده خالص، وطعم التتبيله بتاعه البشاميل ما كانتش اقوى حاجه. فهو هياخد المركز الخامس. رابع مركز معانا النهارده بالبشاميل ما كانش فيه مشكله خالص، ولكن هو واقع مع ناس تقيله قوي بتعمل البشاميل دسم. فرايي الشخصي ان هو هيخش وش في التوب 4. يعني مش بقول لك ان هو وحش، طعمه حلو وطعمه جديد. الناس اللي ما بتحبش البشاميل الدسم هيعجبها جدا البشاميل من عند براند بالبشاميل. هنخش بعد كده معانا مع ثالث واحد وهو بهيه. الاوردر من عند بهيه كان عامل سعر حوالي 140 جنيه. الاوردر جوسي جدا، طعمه كويس، ولكن برضو فكره ان اللحمه مش كتير في الطاجن مع ان الطاجن كبير ما شفعتلوش ان هو يخش في التوب 2. ولكن هو طعمه كويس جدا. التتبيله بتاعت البشاميل حلوه جدا. حجم الطاجن نفسه كان كبير وجميل. نخش في تاني واحد معانا النهارده وهو طنط. مشكله طنط الوحيده ان هو جاي بسعر 313 جنيه. فسعر 313 جنيه على طاجن مكرونه بالبشاميل بس، فسعر 300 جنيه كتير قوي. ولكن السعر بتاعه ممتاز، وهو ياخد مركز النهارده الثاني معانا. واول واحد معانا النهارده الاكابر. تعال بقى نحطه كده. الاكابر هياخد النهارده المركز الاول معانا،
اولا السعر بتاعه ممتاز جدا، جاي بسعر 80 جنيه، دسم جدا، البشاميل كتير، جوسي، اللحمه كتير من جوه، تعصيقه اللحمه طعمها حلو، والمكرونه مش معجنه، فهو بالنسبه لي البشاميل المثالي بشاميل الاكابر. فكده في 15 واحد هيكسبوا معانا الحلقه دي، هيكسبوا معانا طاجن بشاميل من عند الاكابر. شكرا على التفاعل بتاعكم في الفيديو اللي فات، ناس كتير اتفاعلت، بشكركم جدا، في جه فوق 400 كومنت. هنزل النهارده البوست اللي فيه 10 كسبانين بتوع المره اللي فات. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتكتب كومنت فيه مكرونه بالبشاميل عشان تكسب معانا طبق مكرونه بالبشاميل من مطعم الاكابر. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.